20 سنة ضيعناها على هذه الحروب. أرسلت 5 ولاة إلى ليبيا في 5 سنوات. لا، المنطق العسكري الفاشي لن يقبل بهذا. يجب أن نذكر من نحن. إننا حرار فجر جديد. من هم الذين نقاتلهم؟ رجال قبائل من البادية أم أشباح؟ أريد أن تأتوا بزعيمهم هنا، أن تأتوا به إلي. أريد أن تسحق هذه الثورة. اسمه عمر المختار. من؟ عمر المختار. عمر المختار. أتدري يا جنرال، المستوطنون الذين أرسلناهم فلاحون من الجنوب، يكلفوننا بالليرات كما لو أننا أنزلناهم في أفخم فندق. لابد أن ثمة خطأ ما. لا، لن نسمح لحفلة من البدو أن تعيق تقدم 40 مليون إيطالي. أعطيك ليبيا يا جنرال. إن لك اسما وحده سيعجبه. اسمح لي زعيمي حين أسحق تمردا لا أشعر إلا براحة الضمير كجندي. ماذا كان المختار يعمل قبل التمرد؟ كان معلما. معلما؟ نعم، وأنا كنت معلما. احذر لا تنتهك الولاة ال5 الذين سبقوك، وقد لقنك درسا مهما. طيب، أنا أحب الحركة. روح إلى ليبيا. يا جنرال، عد إلي بالمختار. امشي أو اكسر رقبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قف عندك. لماذا نبدأ كل سورة في القرآن باسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، لأن من أسماء الله الحسنى الرحمن. صدقت. نعم، وكيف يظهر الله لنا رحمته؟ لقد علم الناس الكلام. علمهم الكلام. أحسن. نعم.
هناك أمر آخر في الآية الكريمة. من منكم يستطيع أن يخبرني ما هو؟ ها؟ نعم، دعني أعطيك فكرة. إنه الميزان. أحسنت، الميزان. ولماذا وضع الله ذلك الميزان؟ ها؟ أولاد، يا أولاد، لماذا وضع الله الميزان؟ لأن بدون الميزان كل شيء يقع. ها؟ أرني الآن ما الذي كتبت. نار كل شيء إذا. ماذا تنتظر؟ هيا. أريد لأبي.